أفضل رواية عن القدس، رواية نيتشه في القدس مذكرات كلب من تأليف نادية حرحش من القدس، صادرة عام 2021 عن دار جسور للنشر والتوزيع الأردنية، ولها مؤلفات عديدة أهمها كتاب نساء القدس المرأة الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني، صدر عام 2018. ندعو الكاتبة والروائية نادية حرحش لتسلم الجائزة. رواية عاصفة تقرأ الضباب من تأليف الدكتور جمال سلسع من بيت لحم، صادر عام 2020 عن كتاب مكتبة كل شيء الحفاوية. ندعو الأديب الدكتور جمال سلسع لتسلم الجائزة أو من ينوب عنه. إذا أنت كاتب ألف سلام عليك. ألف سلام. رواية تتمة ما رويته لصديقتي الغيمة من تأليف الأديب ويليام فسوتجيان من القدس، صادر عام 2020 عن منبر أدباء بلاد الشام بيت لحم. ندعو الأديب ويليام لتسلم الجائزة. جائزة أفضل ديوان شعر عن القدس، ديوان شعر مقدسيات وذكريات، الجزء الثاني من تأليف الشاعر فهمي سعيد الكالوتي من القدس، صادر عن دائرة المكتبات في أمانة عمان الكبرى في الأردن عام 2020. ندعو الشاعر فهمي كالوتي لتسلم جائزة.